السلام عليكم، معكم شكيب ومرحبا بكم في البلان ديال اليوم اللي غنشوفوا فيه شنو هما اللوازم اللي غنحتاجوا نعرفوا باش نقوموا بتجديد البطاقه الوطنيه. فلايك وكومونتير باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ونبداو. اول حاجه خصنا نعرفوا هي شنو هما الحالات اللي يمكن لنا فيهم نجدوا البطاقه الوطنيه. فالاولى هي انتهاء مده الصلاحيه، والثانيه هي انك غيرتي العنوان اي انتقلتي من مكان لاخر وبغيتي دير لاكارت على حساب العنوان الجديد. واما بالنسبه للثالثه فراه هي حاله الفقدان، والوثائق اللي غنحتاجوا في كاع هاد الحالات هما فوتوكوبي تاع لاكارت القديمه، 8 ديال التصاور، وخصك ضروري تقول للمصور باللي راك بغيتي دوك تصاور لاكارت حيت كاينين مقاسات خاصه بلاكارت، فاتوره الماء او الضوء، شهاده العمل، واذا كنتي بدون فراك ما كتحتاجهاش. والحاله العائليه بحال اذا كنتي متزوج او متزوجه وبغيتيها تبان عندك في لاكارت فراك كتحتاج عقد الزواج زائد عقد ازدياد ديال الزوجه او الزوج ديالك. فقط هادو هما الوثائق اللي غادي تحتاج. ودابا ندوزو المراحل اللي غنمروا منها باش نقوموا بتجديد لاكارت ديالنا. اولهم غنمشيو للمقاطعه القريبه لينا ومعنا جوج ديال التصاور، فوتوكوبي تاع لاكارت، ورقه الماء او الضوء، عقد الازدياد وشهاده العمل. اذا كنتي بدون بطبيعه الحال فراك ما غاديش تحتاج ديك شهاده العمل. غنعطيو للمقدم هذا الشيء وغيقاد لينا شهاده تاع السكنه. هاد الشهاده تاع السكنه غادي ناخذوها وغنمشيو سوا لعند لا بريغاد ديال الجندارم او الكوميساريه القريبه لينا، وحده في هاد الجوج. شوف انت على حساب واش كتنتمي للمجال الحضاري غتمشي للكوميساريه، اذا كنتي ضمن المجال القروي فراك غتمشي لعند الدرك الملكي وغتدي معاك ديك شهاده السكنه اللي قاد لك المقدم زائد جوج ديال التصاور، نسخه من عقد الازدياد، وديك الساعه هما غيصايبوا لك شهاده السكنه اخرى اللي بها غندفعوا لاكارت. فغنشدو ديك شهاده السكنه اللي خدينا من عند سوا الدرك او البوليس كيف قلنا على حساب المجال اللي كتنتمي ليه انت، وغادي نزيدوا عليها 4 ديال التصاور 79 درهم اللي هي الثمن ديال التامبر زائد لاكارت القديمه. هادشي كامل غنجمعوه في واحد الظرف يعني جوا، وغتدي معاك للكوميساريه الكبيره اللي تابعه لها المنطقه ديالك. لكن قبل غادي تكون خديتي موعد في موقع cnie.ma، غتعمر واحد الاستماره بمعلومات شخصيه ديالك اللي غتنقلها غير من لاكارت، وغيعطيوك واحد الورقه غتخرجها من السيبر اللي فيها الموعد يعني النهار اللي غتمشي فيه لديك الكوميساريه. هذا واحد الحل دارته الدوله باش ما يكونش لك شي ضعف، فانت غتاخذ الموعد باش تمشي تقضي غراضك بالزرب. فكيف قلنا غادي تدي معاك داك الظرف اللي فيه الوثائق اللي ذكرنا قبل، وفاش غتسلم ليهم داك الظرف غادي تحط البصمات وغيعطيوك واحد الروسي. هذاك الروسي تقدر تستعمله بحال لاكارت، حالات ما احتاجيتيه في شي حاجه او تلاقيتي بالبوليس وطلبوا منك لاكارت تقدر توريهم داك الروسي راه بحال لاكارت. ومن بعد 15 يوم كحد اقصى غترجع لديك الكوميساريه وغادي تسلم لاكارت ديالك جديده. نتلاقاو في بلان جديد وما تنساش تشترك بالقناه.